تعمل ايه عشان ما تتأثرش بموجة اللي اوفس اللي منتشرة في الفترة الأخيرة؟ في الفترة الأخيرة حصلت موجة لي اوفس عنيفة جدا في شركات التك. شركات كبيرة جدا زي ميتا وزي نتفليكس وزي تويتر اضطروا ان هم يتخلوا عن عدد كبير جدا من موظفينهم بدون اي انذار مسبق. طب ايه السبب ورا الموجة دي؟ اللي حصل باختصار ان شركة زي ميتا معتمدة بشكل كبير جدا على الاعلانات، وبسبب الركود الاقتصادي اللي حصل الفترة الأخيرة الاعلانات دي اتأثرت بشكل كبير، وبالتالي اسهم ميتا ابتدت سعرها يقل في السوق، وبالتالي كانوا مضطرين ان هم يتخلوا عن عدد كبير جدا من الموظفين. في سنة 2020 ومع انتشار الكورونا بدأت شركات زي نتفليكس انها تعين عدد كبير جدا من الموظفين، وده بسبب الضغط الكبير اللي حصل على السوشيال ميديا والاونلاين بلاتفورمز بشكل عام، واللي بقت بديل لحاجات كتير في حياتنا في فترة الحجر الصحي. ومع بداية رجوع الحياة لوضعها الطبيعي والازمات الاقتصادية اللي كانت مصاحبة للفترة دي، شركة زي نتفليكس اتأثرت بشكل كبير جدا، ومن هنا بدأت موجة اللي اوفس العنيفة اللي احنا لسه ما خرجناش منها لحد دلوقتي. وفقا لترو اب كان في 1405 جولة من التصفيات في شركات التك على مستوى العالم في الأسبوع الأول بس من شهر ديسمبر، وده أثر على أكتر من 200 ألف شخص شغال في التك اندستري على مستوى العالم. طيب ممكن تعمل إيه عشان تتفادى موجة اللي أوفس اللي بتحصل الفترة دي؟ للأسف مفيش طريقة مضمونة وواضحة أقدر أقولك اعملها عشان تحافظ على مكانك في الشغل اللي أنت فيه، لكن أنت محتاج تطور نفسك أكتر وأكتر، وكل ما تطور نفسك أكتر وتثبت نفسك للمكان اللي أنت فيه كل ما هيبقى صعب على المكان إن هو يتخلى عنك. طب إزاي ممكن أبقى مميز في المكان اللي شغال فيه؟ أكبر استثمار ممكن تعمله الفترة اللي جاية انك تستثمر في نفسك وانك تطور مهاره البروبلم سولفنج عندك. وطالما ابتدينا نتكلم عن البروبلم سولفنج سكيلز، المشكله اللي بتواجهنا دايما لما نيجي نتدرب على البروبلم سولفنج خصوصا بعد التخرج اننا مش عارفين هنمشي ازاي او ما عندناش الوقت اللي نتدرب فيه. بس المشاكل دي ليها حل، وهو انك يكون عندك بلان وان يكون في شخص دايما بيوجهك بحيث تحسن من مستواك من غير ما تاثر على شغلك او مذاكرتك او حياتك العامه. طب ممكن تبتدي ازاي وتشوف مصادر فين؟ طب ايه اللي ممكن اعمله؟ طبعا جوجل ويوتيوب عمرهم ما هيأثروا معاك في اي حاجه، واي حاجه هتدور عليها هتلاقيها موجوده اونلاين، وخصوصا البروبلم سولفنج برضو موجود اونلاين وموجود ليه مصادر كتير اونلاين. لكن احنا ليه بنقول ان مهم جدا انك يكون معاك منتور وتكون بتتعلم مع جروب وما تبداش كل حاجه لوحدك؟ الفتره دي وخصوصا مع اللي بيحصل دلوقتي انت محتاج لكل وقت ولكل دقيقه في حياتك انك تعرف تستثمرها بشكل صح، انك تعمل سيرش وانك تبتدي تدور وتبدا في كل حاجه لوحدك من الاول هياخد منك وقت ومجهود كبير جدا عشان تتعلم حاجات صغيره انت ممكن تتعلمها في وقت قصير جدا بس لو مشيت على الطريق الصح. وكمان حاجة ان من كتر المصادر اللي موجودة اونلاين، انت بما انك لسه داخل في المجال لأول مرة او لسه بتبدأ في المجال، فكتر المصادر دي هيشتتك جدا. ومن هنا جت فكرة تدريب البروبلم سولفنج للخريجين في كوتش اكاديمي. تدريب الخريجين هيوفر لك جروبس وكوتشز وعدد قليل جدا من الطلبة اللي معاك في الجروب بحيث تعرف تستفيد اقصى استفادة، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه عدد كبير يشتتك ويأثر على تركيزك في التدريب. وده هيساعدك توصل لهدفك بشكل سريع جدا، خصوصا ان هيكون في رود ماب واضحه انت ماشي عليها، وهيكون في بلان انت النهارده عارف هتعمل ايه وبكره عارف هتعمل ايه، وبعد 3 شهور هتبقى عارف انت هتكون فين. وبس كده، ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتس محتاج نتكلم عن ايه تاني. خلصت؟ طيب عندك ميديم وعليه اتش ار تقريبا في لي اوف